ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده القرص الطريه الفلاحي باسهل واجمل طريقه. هنعمل قرص طريه وناعمه ودايبه دوب زي ما احنا شايفين. الفيديو بيتكلم عن نفسه. يلا كده نصلي ونسلم على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام وندخل في الوصفه بتاعتنا على طول. في طبق كبير هنضيف هنا 2.4 كوب من اللبن الرايب. ممكن نستخدم لبن عادي او حليب عادي، حليب سائل. هنضيف هنا 1.5 معلقة كبيرة خميرة فورية. ممكن برضو نستخدم الخميرة البيرة. هنضيف هنا نص كوباية من السكر. هنضيف هنا معلقة خل. هنبدأ نقلب كل المكونات دي مع بعض عشان ندوب السكر والخميرة واللبن الرايب. هنضيف هنا كيلو من الدقيق زي ما احنا شايفين. ممكن نستخدم دقيق متعدد الاستخدامات او دقيق الاهرامات او الدقيق السايب بتاعنا. هنضيف هنا نص معلقة من البيكنج باودر. نبدأ نقلبها زي ما احنا شايفين، وهنضيف ربع معلقة صغيرة من الملح او نص معلقة. نبدأ نعجنهم زي ما احنا شايفين. طبعا القرص بتاعتنا بتحتاج عجن كتير، كل ما هنخدم العجينة او نديها عجن اكتر كل ما تدينا نتيجة احسن. يعني هنا هنعجن قد ما نقدر. هنبدأ نعجن زي ما احنا شايفين، ونضيف نص كوباية مية تدريجيا على حسب نوع الدقيق بتاعك. يعني هنا انا استخدمت 2.4 كوباية من اللبن الرايب، واستخدمت نص كوباية من المية. ضفت المية بتاعتنا تدريجيا على حسب نوع الدقيق معانا، ممكن يزيد او يقل. ببدأ اعجنها زي ما احنا شايفين مدة لا تقل عن 15 دقيقة، وبضيف نص كوباية المية تدريجيا. وزي ما احنا قلنا ممكن ناخد مية اكتر او اقل، ممكن تاخد ربع كوباية او نص كوباية او كوباية الا ربع حسب نوع الدقيق بتاعك. هنا عجنت العجينة بتاعتي كويس، وابدأ اضيف كده كوباية من المادة الدهنية، كوباية سمنة او زبدة زي ما احنا حابين. انا ضفت هنا كوباية سمنة. بعد ما ضفت كوباية السمنة هبدأ اعجنها كده. العجينة بتاعتنا هتفصل وهتتقطع، وبعدين هتلم وتنعم معانا وهتدينا عجينة ناعمة وطرية مش بتلزق في الايد. بنبدأ نعجنها زي ما احنا شايفين، بتفصل وتتقطع معانا وبعدين بتلم وتنعم وتبقى طرية جدا. وزي ما احنا قلنا كل ما نعجن في العجينة او نخدم فيها بتدينا نتيجة احسن، بتدينا قرص طرية وناعمة ودايبة زي ما احنا عارفين. هنا العجينة بدأت تلم وتنعم معانا. هبدأ ألمها زي ما احنا شايفين كده. شايفين ما شاء الله العجينة بتاعتنا ناعمة وطرية وخطيرة. هبدأ ألمها كده واضيفها كده في الطبق بتاعنا، وابدأ اغطيها واسيبها كده ساعة تتضاعف وتخمر. هنا بغطيها واحطها في مكان دافئ. هنا غطيتها بكيس وابدأ اغطيها بفوطة واشيلها في مكان دافئ. هنا شايفين ما شاء الله بعد ما خمرت معانا العجينة وادتني نتيجة رهيبة. شايفين ما شاء الله تحفة وناعمة وطرية زي ما احنا شايفين. هبدأ ألم العجينة كده. هبدأ ألم العجينة كده وأكورها وأقطعها إلى كور صغيرة بالحجم اللي احنا عايزينه أو اللي احنا حابينه. يعني احنا اللي بنختار حجم القرص اللي احنا عايزينها. حابينها كبير هنقطع الكورس كبير، حابينها صغير هنقطع الكورس صغير. أنا هنا عملتها وسط.
هنا قسمت العجينة بتاعتنا نصين، وهبدأ اقطعها كده كور صغير زي ما احنا شايفين. العجينة بتاعتنا طرية وقطنية وتحفة. ونصلي ونسلم على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونسمي الله واحنا شغالين كده معانا. هنا كده بدأت اخد اول قطعة كده واكورها زي ما احنا شايفين. شايفين ببدأ الم كده الكورة كده واكورها زي ما احنا شايفين. العجينة بتاعتنا عشان مخدومة كويس او معجونة كويس مديانا نتيجة ممتازة للعجين. هنا بكور كده الكور زي ما احنا شايفين، واحاول على قد ما اقدر اقطع الكور كلها على قد بعضها. هنا كده كورنا كل الكور كده. هبدأ اجيب صواني ألمونيوم زي ما احنا شايفين، وابدأ اخد كل كورة كده واحاول ادورها بايدي زي ما احنا شايفين، وابدأ ارصها في الصينية. احاول اسيب مسافة بين كل واحدة والتانية عشان العجينة بتاعتنا لسه هتغمر وهتضاعف حجمها وهتزيد في الفرن. ببدأ ارصها زي ما احنا شايفين. طبعا الصواني الألمونيا بتبقى افضل معانا، بتدينا نتيجة المخبوزات رهيبة. بتطلع اللون بتاعتها بيكون اللون بتاعها ذهبي كده وحلو، وبتطلع خطيرة. هنا كده بحاول اسويهم واسيب مسافة بين كل واحدة والتانية، وهبدأ اسويهم كده بايدي. لازم اسوي الكور مرة واحدة عشان ما تبقاش واحدة عالية وواحدة واطية، او واحدة مرتفعة والتانية لا. هنا كده بعد ما رصيتهم في الصينية هبدأ اسويهم كده مرة واحدة. هنا ببدأ مولع الفرن جنبي كده بعد ما اسيبهم يختمروا كده مرة تاني، وابدأ اولع الفرن جنبي على درجة حرارة 180. الفرن لازم تكون ساخنة والنار تكون من تحت بس في الرف الاوسط. واخر 5 دقايق ببدأ اولع عليهم الفرن من فوق. ممكن ياخد لون على كده من غير ما نولع من فوق، على حسب درجة الفرن عندك، درجة الحرارة بتاعة الفرن عندك. هنا سويت كل الكور زي ما احنا شايفين. هبدأ اغطيهم واسيبهم يختمروا مرة تانية. هنا بعد ما اختمروا مرة تانية زي ما احنا شايفين، وانا هنا مولع الفرن زي ما احنا اتفقنا على درجة حرارة 180 في الرف الاوسط، والنار من تحت بس. هنا كده بعد ما الجرس خريت معانا ولعت عليها من تحت بس، واخر 5 دقايق ولعت عليها من فوق. شايفين ما شاء الله جرس طرية وناعمة ودايبة ذوبان، واللون خطير من تحت ومن فوق. اللي يوصل معي لحد هنا ياريت يعمل لي لايك وشير واشتراك وكومنت حلو منك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استنوني في وصفة جديدة.